الوضع العربي ما كانش ممكن انه التقي بكم وما نتكلمش في الوضع العربي. ابنائي وبناتي واخوتي واخواتي، اول ما يواجهنا في الموقف العربي حقيقة وبكل الالم وبكل الاسى هي كارثة لبنان اللي بيتعرض لها الان. وكما تعلموا انتم انه انا حذرت منذ بوادر الازمة دي لما ابتدت في 75، حذرت من ان تتطور الامور الى الابادة الكاملة لوجود لبنان المستقل. وذكرت العالم كله. حافظ الاسد قال انه رايح 75 يدافع عن المقاومة الفلسطينية، فضرب المقاومة الفلسطينية في تل الزعر وقتل منها الشيوخ والنساء والاطفال. المقاومة الفلسطينية اللي راح يحميها حافظ الاسد. بعدها بشوية قال لا، ده انا رايح احمي المسلمين، سرقوا المسلمين وضربوه. ده انا هحمي المسيحيين، ضرب المسيحيين. ده انا جاي احمي التقدميين، راح قاتل كمال جنبلاط زعيم التقدميين. النهارده التصعيد اللي بيجرى في لبنان خطر جدا. بيضع مش لبنان بس، بل بيضع لبنان والأمة العربية ومنطقة الشرق الأوسط في مهب رياح رهيبة تنتهي على ايه؟ الله وحده هو اللي يعلم. في عيدكم في اول مايو 76 اللي عملناه في السويس قلت ان المسؤولية تقع على الزعماء اللبنانيين انفسهم، وقلت ان لقد حذرنا وتوقعنا الكارثة وتحقق كل ما توقعناه. في اول مايو ايضا 76 في السويس في عيدكم قلت بالحرف ان على زعماء لبنان ان يحسبوا عواقب الانغماس في مصالحهم وحزازتهم، وخصوصا انهم يمارسونها هذه المرة بالسلاح، وان عليهم ان يوقفوا الكارثة قبل ان يحدث ما لا بد من حدوثه، وهو دخول اطراف ونزاعات اخرى. الكلام ده 76 في عيدكم في السويس قلته، حدث. لما قلت قبل ان يحدث ما لا بد من حدوثه وهو دخول اطراف اخرى، اسرائيل دخلت بقالها 4-5 ايام. دخلت اللي فتح لها الطريق مين؟ بلا شك افعال السوريين. الموقف العربي السلبي، زعماء لبنان، احنا جميعا مسؤولين عن هذا كعرب. ادي اللي نبهت اليه من 76 في عيدكم في السويس اول مايو في السويس بيقع النهارده، واسرائيل داخله بتقول لحافظ الاسد لا خد حته كذا وانا اخد كذا. الكلام اللي احنا سمعناه طبعا ارجو انه ما يكونش صحيح، لكن تدخل اسرائيل بيشكل عملية في منتهى الخطورة، والذي ادى اليه هو سلوك سوريا السلبية العربية. زعماء لبنان ورئيس لبنان اللي خايف يقول يا عالم شيلوا سوريا من عندي، فمش قادر يقولها وبيلف ويدور حواليها، ولو قالها لراحت قوات طوارئ من مجلس الامن او حتى من اي اماكن اخرى. المهم انه كان يضع سوريا ظهرها للحيط، لانه سبب كل هذا هي سوريا. وانا قلت لكم الكلام قلناه سوا في اول مايو 76 واحنا بنحتفل بعيدكم في السويس. الان ليس عندي ما اقوله الا ان اكرر ما اعلنته لكم في عيد العمال منذ 5 سنوات،
أن الحاجة ماسة إلى بذل جهد عربي موحد لمواجهة المشكلة، جهد عربي موحد يعلو فوق الحساسيات ويتجاوز القطريات والحزبيات حتى نحول دون استفحال الخراب والتدمير. مش بس لبنان بيخرب، لا، ده لبنان بيخرب، لبنان بيتجزأ، لبنان بيدي سلوك سوريا وسلوك زعمائه وسلوك حكومته وسلبية العرب بيدي الفرصة لإسرائيل تفعل ما تشاء. إن انتقال سياسة المحاور العربية إلى أرض لبنان اللي مليانة دم زي ما انتم شايفين، إن انتقل بلبنان إلى الكارثة والمأساة اللي احنا كلنا والعالم كله من حولنا بيشوفها.